بيحكي إمامنا الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه إنه كان في موسم الحج في مكة، ونزل عشان يتسوق وبدأ يبص على المحلات، ودخل محل لقى البياع اللي فيه كثير الحلفان، بيقسم على أي حاجة عنده، ومش مهم هو بيقسم بصدق أو بكذب، تحس إن هو الزبون وقع في مصيدة لازم يخرج من باب المحل وهو شاري حاجة. الحسن البصري مرتاحش للراجل ده، ولقى الراجل ده زي ما احنا بنقول كده حلنجي، فساب المحل وخرج. ومرت سنين، ومرة الإمام كان نازل السوق عشان يشتري حاجات، وبعد سنتين أو أكتر صادف إن هو لقى نفس البياع في محل، ولكن بطريقة مختلفة. لقاه واقف هادي، ولما حد بيسأله عن حاجة بيجاوبه بمصداقية وبهدوء وبطمأنينة. الإمام دخل واشترى من الراجل ده حاجات، وقف معاه وسأله: أنا مريت عليك من سنتين ولقيتك واقف بتحلف ولازم الزبون يخرج من عندك شاري حاجة وكأنك مسكت فريسة. الزبون ما كانش بيخرج من عندك إلا وانت بايع له غصب، ذوق، كذب، صدق، وانت حاسس ان انت مصيدة للزبون. فالراجل بص للإمام وقال له: أنا كانت عندي زوجة إذا دخلت عليها بقليل حقرت، وإذا دخلت عليها بالكثير أنقصت، فأكرمنا الله وتوفى. ثم تزوجت بعدها امرأة ثانية، غيرت العتبة يعني. الزوجة التانية دي كانت بتمسك في ثيابي وأنا نازل وتقول لي: لا تطعمنا إلا حلال، ما تدخلش بينا في الحيط، هات لنا حتى لو قليل، البركة هتكتره، وإذا كان قليل قوي وعيشتنا بقت على قدها قوي هعينك بإني أخيط في البيت أو أعمل أي صنعة في البيت. الإمام طبعا سمع قصة الراجل ولقاه بعد ما غير العتبة أموره كلها اتغيرت، حاله اتغير. الشاهد من الكلام ده إن الست في بيتها هي رمانة الميزان، هي اللي تقدر تخلي الراجل فاشل أو ناجح، وده برضاها للقليل قبل الكتير. في مثل إنجليزي قريته زمان بيقول إن الراجل في بيته هو الراس، والست هي الرقبة، والرقبة هي اللي بتتحكم في الراس وتجيبها يمين أو شمال. وده ياخدنا لحالات كتير من اللي بتحصل في إن راجل يحاول يرضي زوجته فيعمل مصيبة، أو حتى يبيع أعضاء، ومصايب بنسمعها اليومين دول على السوشيال ميديا، وكلام ما أنزل الله به من سلطان. يا حبيبي، الست هي رمانة الميزان في حياة الراجل، الست هي اللي تقدر تقيم بيت وعيلة، الست هي اللي تقدر تخليك إما صالح وإما فاجر، هي اللي تقدر تعينك على بر أهلك ووالديك، هي اللي تقدر تعينك على صلة الرحم مع أخواتك. أما إذا كانت زوجة تانية فهي اللي تقدر تعينك برضو على إنك تتواصل مع أولادك. أما الزوجة الحية الشيطانة هي اللي تقطع الصلة بينك وبين أي حد يربطك بصلة أو بقرابة. خليك راجل قوام، خليك راجل يا راجل. الراجل بيبقى عامل بالظبط كده زي سواق الميكروباص، وانت لوحدك خد غرز زي ما انت عايز، انت لوحدك ساعة ما تدخل في الحيط هتبقى دخلت في الحيط بنفسك. انما لما يكون وراك عيلة خلي بالك عشان غلطتك بتتحسب في عدد الافراد اللي راكبين معاك او عدد الافراد اللي عايشين معاك. خليك راجل وما تخليش مراتك تمشي عليك كلمة لو ليك ولد او بنت بعيد عنك. خليك راجل لان انت اللي بتسيطر، خليك راجل في كل امورك. بصراحة مش هقدر اتعاطف معاك وانت سايب ولادك ما بتسألش عنهم، الا لو كنت عملت لهم مستقبل وسبتهم عايشين في حياة كريمة. اما لو كانوا مسؤولين منك وبيبروك وعايزينك، فيا اخي اتمسك بيهم لعل ربنا سبحانه وتعالى بكرة وبعده يكونوا هم معين ليك على الحياة. وبس كده يا غالي، أشوفك بكل خير.